السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم إخواني المغاربة أينما كنتم في جميع أنحاء العالم. تحية لكم من قناة مغربكم. هناك نبأ كيروج مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أبواق بعض المحسوبين على النظام العسكري الجزائري اللي كيفيد بأن النظام العسكري الجزائري الأحمق ناوي يدخل في حرب إقليمية مباشرة مع المملكة المغربية اللي غادي تخول ليه يأجل الانتخابات الرئاسية اللي غادي تكون في الجزائر. هو هذا الخبر ماشي أول مرة كيروج مثل هذا الخبر أو أخبار مشابهة له. هو كلما النظام العسكري الجزائري تيقرب يوصل للحبل المشنقة تكون هناك ضيق عليه اجتماعي واقتصادي داخل الرقعة الحضيرية، وإلا كيتوجه العدو الكلاسيكي والأول إلى هو المغرب. هناك أبواق جزائرية خارجة في مواقع التواصل الاجتماعي. هناك بعض المحسوبين على السياسيين أو أشباه السياسيين في الجزائر خرجوا حتى هما كيروجوا لهذا الخبر، وماشي أول مرة كيخرج من النظام العسكري الجزائري الأحمق مثل هذه الأخبار. خرجوا أخبار كثيرة في دخولهم في المغرب في حرب مباشرة، ولكن كتبقى دائما حبر على ورق. علاش؟ لأن النظام العسكري الجزائري أكبر نظام خواف في الكرة الأرضية. لأن النظام العسكري الجزائري نظام جبان، مغفل، خواف، جبن، ما عندوش القوة وما عندوش الجرأة اللي يقدر يدخل فيها بحرب مباشرة مع المملكة المغربية. اللي كيعرف علم اليقين لأنه لا دخل في حرب مباشرة مع المغرب هذا تكون النهاية ديالو. احنا محاصرينهم تدريجيا بواحد الخطة محكمة سياسيا واقتصاديا وجغرافيا. النظام العسكري بدا كينحاصر داخل واحد الرقعة اللي كنسميوها احنا حفرة اللي كانت كونتها الدولة الفرنسية واللي هداتهم دولة أو شبه دولة في 1962. علاش النظام العسكري ما يقدرش يدخل في حرب مباشرة مع المغرب؟ سبق لهم دخلوا في جوج حروب مباشرة مع المغرب اللي هي حرب أمديالة وحرب الرمال، وكلاو طريحة بشهادة الرئيس المقبور ديالهم مباشرة ملي كان تيخطب على الشعب ديالو وقال لهم حقرونا البنارك، حقرونا من حضرناكم علاش أجدكم تدخلوا عندنا في حرب. يلا خارجين من الثورة اللي كنسميوها ثورة اللي شارك فيها دماء مغاربة وتوانسة وليبيين في تحريرهم، وفي الأخير لقيناكم نكارين الخير. ما يقدروش يدخلوا في حرب مباشرة مع المغرب لأنهم لو كانوا كيعرفوا ومتيقنين ولو 1% بأنهم يقدروا يفوزوا على المغرب في حرب مباشرة طاحنة، لو كانوا دخلوها من شحال هذه. وما عارفين ومتأكدين 100% بأن المغرب متفوق عليهم عسكريا دبلوماسيا وسياسيا، وقادر يجري أي حرب أو أي عدوان يجي من الشرق المملكة. النظام العسكري الجزائري خواف وما يقدرش يدخل في حرب مباشرة مع المغرب. علاش؟ لأن النظام الجزائري هش داخليا. أغلب الكبرانات الكبار كاينين في الحبس، هناك اغتيالات بالجملة، هناك نظام دولي كيراقب الأمور اللي كتوقع في الجزائر وساكت وصابر وكينتظر اللحظة المناسبة اللي يقدر يتدخل فيها ويفركت الشبل الجزائر بصفة نهائية. النظام العسكر الجزائري اللي سنين تقريبا 50 سنة وهذه كيحاول يفصل المغرب على قسمين، قسم جنوبي وقسم شمالي اللي بغى يكون فيه كما كيقولوا الصحراء الغربية اللي هي الصحراء المغربية ولا عمرها تكون غربية نهائيا. سنين هو كيحاول، سنين هو كيبادر، سنين هو كيمول، سنين هو كيسلح، سنين هو كيقوم بجميع الخبائث والأمور الخبيثة باش يقدر يعكس المغرب في التنمية ديالو. سنين هو كيمول جبهة البوليزاريو، سنين هو كيدفع في جبهة البوليزاريو لدخول في مناوشات مع المملكة المغربية، مع كوبا، مع فنزويلا، مع
عدة دول باش يكسروا شوكة المغرب، ولكن المغرب دائما كان تيخرج منتصر. علاش؟ لأن المغرب عنده واحد القضية اللي مآمن بها واللي كيآمن بها وكيآمن بها الشعب المغربي. النظام الجزائري ما غاديش يقدر يدخل في حرب مباشرة مع المغرب لأنه جبان خواف وما يقدرش. هذا هو الواقع. هما فيهم الجزائريين فيهم بلا 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 بلا، يعني الكلام. وتيقول المثال الكلب اللي كينبح ما كيعضش. النظام الجزائري ما غاديش يقدر يدخل في حرب مباشرة مع المغرب لأنه واخد جوج طريحات من المملكة المغربية وعارف ومتيقن 100% بأنه ما غاديش يقدر يفوز على المغرب نهائيا. النظام العسكري الجزائري بهذه الأخبار اللي كيروج هي كتروج البصبع الازرق اللي عايش في الحاضره الجزائريه، يعني الشعب الجزائري المغيب، يعني المسطل كما نقولوا حنايا، او المقرقب اللي عايش في واحد القاره بوحدو ما عارفش يعني التطور اللي وقع في العالم نهائيا، وما عارفش التطور اللي وصلت له المملكه المغربيه من تسليح واقتصاد وسياسه ورياضه، اللي باقي عايش في واحد المكان واحد الزمان معين ما تقدمش نهائيا، لان النظام العسكري الجزائري بقى معيشو في واحد الامور اللي كترجع للستينات. باقي معيشو في الشهداء، باقي معيشو في المجاهدين، باقي معيشو في الثوره، باقي معيشو في هذه الامور اللي عفى عنها الزمان. النظام العسكري الجزائري كيعرف بانه النهايه ديالو قريبه. علاش؟ لأن المملكة المغربية من نهار كان الاتفاق الثلاثي ما بين المملكة المغربية الشريفة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هذا الاتفاق الثلاثي اللي كان بموجب اعتراف دونالد ترامب مغربية الصحراء، واللي تقرر بأنه غادي تكون إنشاء لقنصلية مغربية أمريكية في مدينة الداخلة. من بعدها المغرب ولا كياخذ واحد المواقف اللي هي قوية. الصريح اللي كان خرج من بعد هذا الشيء اللي كان قالوا السيد ناصر بورقه بان المغرب الامس ليس هو مغرب اليوم، او المغرب اليوم ليس هو مغرب الامس. من هنايا يعني من يخضع المغرب اعتراف الولايات المتحده الامريكيه الامبراطوريه اللي كتقود العالم في هذا العهد اللي كنعيشوه، المغرب ولات عنده جرأة اكبر. اول مواجهه كيواجه المغرب هو تواجه مع المانيا، واعترفت بمغربيه الصحراء. من بعد جات اسبانيا، اعترفت بمغربيه الصحراء ودخلت البيت الطاعه. حاليا حنا في صراع مباشر مع فرنسا، وقريبا غادا تكون حتى هي تدخل البيت الطاعه، وهذا غادي يكون يعني اكبر يعني انتصار اللي غادي يحقق المغرب، لان فرنسا عندها واحد الاهميه كبيره اكثر من هاد الدول كاملين في موضوع ديال ملف الصحراء المغربيه. علاش؟ لان الدوله الجزائريه الحاليه كونتها فرنسا في 1962، عطاوها يعني استقلال متعاون، يعني حتى الاستقلال عندهم باقي ما واخدينوش، يعني هي دوله تابعه للدوله الجمهوريه الفرنسيه. يعني الأراضي المقتطعة من المملكة المغربية، الأراضي الشرقية تندوف بالشار والنواحي والغرب الجزائري ما أراضي مغربية. إلى اعترفت مثلا فرنسا بمغربية الصحراء 100% غادي تكون مطالبة باسترجاع هذه الأراضي. النظام العسكري الجزائري هو تابع للجمهورية الفرنسية، يعني الجمهورية الفرنسية يعني تأمر والنظام العسكري الجزائري يطيع، يعني ما عندوش الكرامه وما عندوش قوه المواجهه كما كتواجه المملكه المغربيه اي خصم حتى كتنتصر عليه. المملكه المغربيه عندها دبلوماسيه رزينه وكتشوف على المدى الطويل، والدبلوماسيه المغربيه عندها قوه الصبر. كما نقول الصبر يعني تاخذ واحد المبادره او واحد الموقف وكتصبر عليه حتى كتوصل للمبتغى ديالها. النظام العسكري علاش خايف وكيروج لهاد الانباء بانه غادي يدخل في حرب مع المملكه المغربيه؟ لانه خايف من الاعتراف الفرنسي اللي جاي في الطريق، وكيعرف ماماهم فرنسا هي اللي مكونه الدوله الجزائريه، وكل الملفات الجزائريه عند المخابرات في الارشيف الفرنسي.
الوثائق ديال الأراضي المغربية كاينة في الأرشيف الفرنسي. الملفات اللي تقدر توصل لجميع المسؤولين في الدولة الجزائرية لحبل المشنقة أو السجن عند الجمهورية الفرنسية. لهذا النظام العسكري الجزائري كيهرول ومخلوع وكيروج انه غادي يدخل في حرب مع المغرب. النظام العسكري الجزائري ما عمره ما غادي يدخل في حرب مع المغرب. النظام الجزائري جبان. غادي نقول لكم انا النظام الجزائري هو كالنظام الايراني، كيستعمل دائما الادرع ديالو والميليشيات اللي كتكون تابعه لهم، ما كيقدرش على المواجهه. لا لاحظتوا حتى ايران فيها قوه الهضره، واخا هي ايران متفوقه عليهم من ناحيه التسليح ومن ناحيه الصناعه العسكريه، ولكن دائما ايران ما كتدخلش مباشره مع الدول الا في الاعلام والتصريحات فقط. اما في الحروب والمواجهات دائما كتدفع بالادرع ديالها المواجهات بعض الدول، بالضغط على بعض الدول. كذلك النظام العسكري الجزائري ما يقدرش يدخل في حرب مباشره مع المغرب، لانه غادي يكون حاكم على نفسه بالاعدام في اول طلقه غادي يطلقها في الحدود المغربيه، وهذا كيعرف ان غادي تكون النهايه ديالو وما غاديش يكون عنده المجال للانتصار او يحقق شي نتيجه باش يقدر يرضي بها الشعب الجزائري. الشعب الجزائري كيعرف بان النظام العسكري الجزائري متهور. الشعب الجزائري في بعض المرات تنقولوا بانه معذور. علاش؟ لانه حاكمه واحد العصابه اللي قتلت فيهم يعني في العشريه السوداء حوالي 4 مليون جزائري. حاكمه عصابه يعني اللي ما فيهاش الثقه نهائيا بالمره، يعني ما فيهاش الثقه بالمره، يعني تقدر تتوقع منها اي حاجه يعني. لذلك ما يقدروش يخرجوا في مظاهرات باش يطالبوا بانقلاب النظام او شيء من هذا القبيل. النظام الجزائري دائما كيدفع بجبهة البوليزاريو من سنين هذه. وشنو نقص من المغرب؟ بالعكس، هادشي زاد المغرب قوه، وزادوا رزانه، وزادوا خبره، وزادوا صمود، وزادوا تحدي، وزادوا لحمه، وزادوا يعني لحمه الشعب مع الملك ولحمه الشعب وراء القضيه ديالو الاولى اللي هي الصحراء المغربيه. حاليا حنايا داخلين في مواجهه مباشره مع الجزائر اصلا، لانهم دافعين علينا جبهه البوليزاريو في الحدود مناوشات، ودائما كيحاولوا يدخلوا في المنطقه العازله، ولكن دائما الطائرات ديالنا الدرون بدون طيار قائمه بالواجب بدون تدخل اي جندي مباشر في جبهه القتال. المغرب عنده خطه ذكيه، ما كيبغيش يروج المشاكل اللي واقعه مثلا في الحدود مع الجزائر من خلال هذه المناوشات اللي كاينه مع جبهه البوليزاريو، باش يخلي واحد الصوره جميله على ان المغرب دولة مستقرة وهانية من ناحية السياح، من ناحية الاقتصاد، من ناحية الاستثمارات. أما هو يعني لا جينا نفكروا حنايا منطقيا وعقلانيا غادي نلقاو المغرب بأنه كيتصرف بواحد الحكمة كبيرة اللي ما كيتصرفش بها أي شيء أي دولة أخرى. علاش؟ لأن المغرب عنده واحد المواجهة مباشرة حاليا وحقيقية مع جبهة البوليزاريو والجزائر، رغم ذلك المغرب عايش كأنه ما عنده حتى مشكل، كما نقولوا أو نقول مثلا زيرو مشكل. علاش؟ في نفس المواجهة اللي كيواجهها مع جبهة البوليزاريو على الحدود هناك تنمية، هناك اقتصاد، هناك تحرك، هناك عدة تظاهرات جاية في الطريق، مثل منها كأس إفريقيا 25، كأس العالم 30 مع إسبانيا والبرتغال. ما غاداش تكون حرب مع المغرب. علاش؟ هناك تظاهرات كبيرة. الدول الكبرى أو الدول الأوروبية ما غاداش تسمح بأن غادا تكون مثلا حرب في الجنوب المتوسط نهائيا، اللي غادي يشكل تهديد للأمن القومي نهائيا. ما غاداش تكون حرب. علاش نقول أنا هذا؟ ما هو إلا ترويج للبصبع لداخل الجزائر بقوة الانكسارات وبقوة الهزائم الدبلوماسية والسياسية والرياضية اللي كيعاني منها النظام العسكري والشعب الجزائري داخل الرقعة الجزائرية اللي كنسميها أنايا سجن مفتوح كبير. كيروجوا لهاد هاد الأخبار الزائفة باش يشتوا التفكير والتركيز ديال الشعب الجزائري. الشعب الجزائري حاليا تيعاني من حاجة واحدة، شنو هي؟ خصو
يوصل مثلا الامور او المواد الغذائيه اليوميه. كنشوفوا حنايا هنا طوابير يعني على الزيت، على السميد، على الامور يعني الضروريه او المواد الغذائيه الضروريه اللي لازم تكون يعني ضروريه. كنشوفوا الشعب الجزائري واقف طوابير. كيفاش هاد الدوله اللي الشعب ديالها كامل واقف طوابير على مواد استهلاكيه ضروريه اللي كتوفر في ابسط او افقر دول العالم؟ ما كايناش في الجزائر بالبترول ديالها والغاز ديالها والدوله القاره والعظمى كما تيقولوا بالجيش ديالها وبالمساحات ديالها، ما عندهمش ابسط الامور الضروريات اللي تقدر تحصل عليها، يعني مثلا كالحليب او الزيت او السميد او السكر او 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 او, أو, أو اي شيء من هذا القبيل. كيفاش هاد الدوله هذه بهاد المشاكل وبهاد هاد الامور يعني اللي كتحز في النفس واللي كيستحقوها وكيستاهلوها لانهم نساو التنميه ديالهم في البلاد ومتبعين يعني اخبار المغرب وكيحاولوا يعني يوضعوا الحواجز للمملكه المغربيه باش توقف التنميه ديالها والاستثمارات ديالها، باش تنمي الشعب ديالها والدوله ديالها وترقى بالدوله ديالها بين الامم، ويكون عندها احترام امام المجتمعات الدوليه الراقيه والمتقدمه والمتحضره. كيفاش هما عندهم هذا العجز المهين وغادي يفكروا يدخلوا في حرب مع المملكه المغربيه؟ كيفاش؟ مستحيل يدخلوا في حرب. هذا ترويج البصبع الازرق اللي ما فاهم حتى شي حاجه في دوله الجزائر. اما باش يقدروا يدخلوا في حرب مباشره مع المملكه المغربيه هذا من سابع المستحيلات، لانه نظام خواف، نظام جبان، يعني دي نظام كينطبق عليه المثل اللي تيقول الكلب اللي كينبح ما كيعضش. هذا هو النظام العسكري الجزائري. النظام العسكري الجزائري كانت عنده يعني واحد الامور يعني اللي كان يقدر يدخل فيها في حرب مع المملكه المغربيه وما قدرش يدخل في الحرب مع المملكه المغربيه، لانه يعني كيعرف انه خواف، نظام خواف. يعني وقعوا الشاحنات كانوا قصفتهم المملكه المغربيه في الحدود في المنطقه العزيله، وكان تدخل قالوا بان المملكه المغربيه دخلات قصفت لنا مواطنين جزائريين، وكانوا هدوا بانهم يتدخلوا عسكريا، وبالتصريحات ديالهم اللي كانوا يقولوا بانه هذا الامر ما غاديش يمر بدون عقاب. يعني داك الهضره اللي كبر منهم ديال التعاليم ديال الدول الكبرى اللي كتبغي تحدث مع الدول يعني صغرى كتبغي طيح منها مثلا بهذا الامر. كانوا عندهم يعني وجبات باش يقدروا يدخلوا في حرب مع المغرب وما قدروش يدخلوا في حرب مع المغرب. باش يدخلوا في حرب مع المغرب حاليا ما يقدروش يدخلوا. النظام الجزائري جبان، الشنقريحه جبان، يعني ما يقدرش، يعني خواف كما تنقولوا حنا شي ديرها في سروالو. يعني باقا عنده داك العقده ملي كانوا يشدوه يعني في جنود المغاربه في حرب امكاله واحتجاج الزو، يعني باقا فيها داك العقده وبغى يحققها بهذا التوهم بانه يقدر يدخل في حرب مع المملكه المغربيه وينتصر عليها. ما عمره ما يقدر يدخل في حرب مع المملكه المغربيه، لكن كيعرف راسو بان المملكه المغربيه قاده براسها. المملكه المغربيه اللي كيتجاوز العمر ديالها اكثر من 12 قرن. كيفاش دوله مكونه في 1962 عاد تدخل في حرب مع مملكه يعني اللي عريقه؟ ما يمكنش، من سابع المستحيلات. ولكن إذا فكر النظام المملكة الجزائري يدخل في حرب مع المملكة المغربية يكونوا أكيدين بأنه ما غاديش يتجاوز يعني واحد المناوشات في الحدود، وغيلقى واحد الرد صارم اللي غادي ينسيه. دابا المشكل ديال الجزائريين هو مثلا عندهم كينجحوا في واحد المهمة واحدة، عندهم واحد الاستراتيجية كينجحوا فيها. هذه كنعترف اليوم بها انا. هي استراتيجيه شنو كتعني؟ استراتيجيه كتعني هي تشويه صوره المملكه المغربيه فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الاخبار والجرائد ومثل هاد الامور. ناجحين في هذه الاستراتيجيه. الا دخلوا مثلا حاولوا يدخلوا في حرب ديال مع المغرب او مناوشه غادي يقولوا المراركه حضرونا عاوتاني. هذه معروفه. يعني الا بغاو يدخلوا مثلا عارفين راسهم بانهم هما منهزمين، غير باش يحاولوا ينبوا الشعب ديالهم علينا حنايا باش يقولوا عاوتاني هما المغاربه حضرونا. هادو فالحين في هذه المساله هذه، يعني في هذا تشويه الصوره ديال المملكه المغربيه فالحين فيها. ما ربحوناش في سرقه التراث، الثقافه، الحضاره من المملكه المغربيه، تاريخنا، عراقتنا، بروتوكولاتنا في كيفاش عايشين، المعيشه، المأكولات ديالنا، في جميع الامور
دخلوا فيها بحرب، يعني ما نقدرش نقول حرب، ولكن غادي نقول مثلا في مواجهه شرسه باش يسيطروا على داكشي اللي كيمتلكوا المغرب من ثقافه ومن حضاره، وما قدروش يتوصلوا لاي نتيجه. دائما المصير ديالهم كان هو الانهزام. النظام العسكري الجزائري ما غاديش يدخل في حرب مع المملكه المغربيه، كونوا متاكدين مليون في المية، لانه ما عندوش الجرأه، ما عندوش المواجهه، ما عندوش خواف، نظام خواف، نظام ما عندوش، نظام جبان، نظام في قوه الهضره، نظام تيضحك على الشعب ديالو بهذه الاخبار، نظام ما عنده لا من لا دين، نظام باغي يعيش غير هو. لو كان نظام حقيقي وكيامن بالبلاد ديالو وكيخاف على المصالح ديالها وكينمي الشعب ديالو والبلاد ديالو، لو كان انتبه وطرية الامور اللي كتتعلق بالشعب الجزائري والدوله الجزائريه، لو كانوا هما احسن منا حاليا، لانهم عندهم مواد باطنيه اللي هي البترول والغاز. ولكن هو نظام محساد تابعنا حنايا، واللي كيتبع يعني المحساد ما عمره ما كيطفروا نهائيا. اخر الكلام اللي غادي نقول انا هو النظام الجزائري ما عمره ما غادي يدخل في حرب مع المغرب نهائيا، لانه كيعرف ومتاكد منها مليون في المية غادي تكون النهايه ديالو. اخواني المغاربه تحيه لكم اينما كنتم في جميع العالم. ما تنساوش لايك واشتراك في القناه اللي باقي ما اشتركش، وانتظروا منا دائما توصلوا بالجديد بحول الله تعالى، وتعليقات باش تفاعلوا معنا في الفيديوهات القادمه بحول الله تعالى. الى اللقاء اخوتي المغاربه.